هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. خلينا ندخل على الفيديو سريعا كده. الفيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا عن نفسي بحبها جدا جدا، وهو فيديو ريفيو. تمام، زي ما كلمت لكم، زي ما اتكلمت معاكم عن الفيديوهات والمشتريات اللي انا جبتها من البلاك فرايداي، وايه اللي انا جبته وايه اللي انا هعمل لكم عنه ريفيو، كل الحاجات دي. طبعا انا ما لحقتش، زي ما انتم عارفين ان انا تعبت ودخلت المستشفى وولدت وحصل حاجات كتيره كده. المهم، الفيديو ده كان في شهر 11، واحنا النهارده انا بصور الفيديو ده في شهر 5، فالموضوع عدى عليه 6 شهور. تمام، 6 شهور انا جربت المنتجات دي معاكم، عملت لكم ريفيو عن السشوار بتاع بيبليس، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس. النهارده الريفيو بتاعنا عن الفرشه دي من راش براش. الفرشة دي انا بستخدمها بقالي 6 شهور. يعني يعتبر خلاص الريفيو بتاعها كامل. تمام، الفرشة بتيجي بالشكل ده، الفرشة شكلها حلو جدا. خليني اوريكم. بيجي معاها كفر من الكفرات بتاعتهم الشموع، اللي هي بتبقى شكلها حلو جدا. تمام، ودي شكل الفرشة. وبيجي معاها كابل، بس ضاع مني دلوقتي مش لاقياه. بيجي معاها كابل، ودي شكل الفرشة من ورا اهي، وده شكلها من قدام. وفيها زرار بتفضلي دايسة عليه فترة طويلة، بتبتدي تعمل فايبريشن لو انتوا سامعين. تمام، وبعد كده بتطفيها، وده مكان اللي احنا بنشحن منه الفرشة. تمام، خليني بقى سريعا كده اقول لكم هم كاتبين عليها ايه في الموقع. انا كنت جايباها من بيتك، مش فاكرة سعرها دلوقتي، بس اعتقد ان هي كانت ب450 ب550 حاجة كده. هي دلوقتي سعرها على بيتك 999 جنيه. ماشي، خليني بقى اقول لكم سريعا كده هما قايلين ايه عليها. بيقولك هنا هي بتقنية الايونات المتطورة للعناية بالشعر، القضاء على الهيشان وتجاعيد الشعر، اسنان كروية مع وضع التدليك بالذبذبات، تصميم مدمج وصغير الحجم، تعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن، تدوم حتى 5 ساعات تشغيل متواصل. تمام، بيقولك ان انا استخدمها ان انا اقسم شعري نصين، اسرح شعري برفق، اضغط على شعري 10 ثواني من اول الجذور لغاية الاطراف. تمام، المجمل بقى كل ده هحصل على ايه؟ هحصل على شعر لامع وناعم وخالي من اي هيشان. تمام، سعرها 999 جنيه، يعني 1000 جنيه، ده سعرها على بيتك. خليني بقى اجربها معاكم اون كاميرا واقول لكم الريفيو بتاعي عنها. هدوس هنا مدة طويلة. تمام، هي كده اشتغلت زي ما قالوا. انا مقسمة شعري نصين، مش هعمل الشعر ده خالص، مش هيجي جنبيه. تمام، همسك من اول الجذور زي ما قالوا وصلة، وهنزل بيها بالراحة 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 كده لغاية اطراف الشعر زي ما هو قال. تمام، هعمل في الخصلة التانية كده. اهو كده انا خلصت طفتها. تمام، استخدمتها زي ما قلت لكم بقالي 6 شهور، ما حسيتش باي نتيجة خالص. ولا هيشان قل، ولا التقصفات قلت، ولا شعري بقى بيلمع، ولا اي حاجة من اللي هم قالوه نهائي ده. ما شفتش منها اي نتيجة نهائي، كأنها فرشة عادية بسرح بيها شعري وخلاص على كده. تمام، ده كل اللي هي بتعمله، ده كل شغلانتها في الحياة. فانا اكيد مش هروح اجيب فرشة ب1000 جنيه علشان اسرح بيها شعري، صح ولا لا؟ ده اولا. ثانيا، الذبذبات اللي هي بتعملها دي اولا قوية جدا، صوتها مزعج. ده اولا. ثانيا، بتصدعني جامد جدا، بتصدع جامد جدا. فما شفتش منها اي حاجة من اللي هم قالوه. كنت مستنية منها اي حاجة، ان هي تشيل الهيشان، ان هي تخلي شعري بيلمع، ان هي تشيل التقصفات، ان هي ما عملتش اي حاجة نهائي نهائي نهائي. فانا شايفة ان هي ما تستاهلش تمنها.
تستاهلش حتى ان انت تشتريها. لو انت عايزه فرشه تسرحي بيها شعرك، ففي فرش ارخص واحسن منها بكتير، على الاقل ما بتصدعكيش، على الاقل ليها لازمه، لكن دي ملهاش اي 30 لازمه الصراحه. برودكت عملوه علشان يلموا عليه فلوس، قالك فكره جديده نلم بيها الناس علشان الناس تشتري والناس تدفع فلوس وخلاص على كده. لكن هي بتعمل حاجه؟ لا، ما بتعملش حاجه. لو انت جايه تساليني اشتري الفرشه دي ولا ما اشتريهاش، اقول لك ما تشتريهاش. لو انت معاكي شويه فلوس عايزه ترميهم في الارض، روحي اشتريها، غير كده انا ما انصحش بيها نهائي نهائي نهائي. مع ان راش براش براند محترمه، جربت منها كذا حاجه وكانت حلوه جدا، بس الصراحه دي طلعت مقلب جامد جدا، انا خدته وندمت على كل جنيه الصراحه انا دفعته فيها. المهم ده رأيي الشخصي، ممكن تعترضي معايا، ممكن توافقيني، انت حرة براحتك. ده كان فيديو النهارده وده كان الريفيو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وكمان سبسكرايب. واكتبي لي تحت في الكومنتات اي فيديوهات انتوا حابين نعملها، اي افكار انتوا عايزين نعملها، اي حاجه وانا هرد عليكم ان شاء الله، واكيد هعملها لكم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي.